المغرب أبان على أنه مستعد، سيحضن الثقافات الإفريقية بكلها، هوية بصرية متميزة بالزليج المغربي. جسدت هذه الهوية في مجموعة من المناطق، وهي الآن ستجسد في نهائيات كأس الأمم الإفريقية. ما تنقصنا فقط ضربة البداية وحفل الافتتاح الذي سيكون في أبهى الحلل بملعب مركب مولاي عبد الله. طبعا بلد دأب على تنظيم تظاهرات رياضية كبيرة، هو اليوم في أتم جاهزيته وعلى أتم جاهزيته لاحتضان هذا العرس الإفريقي الذي ستحتضنه المملكة المغربية في 9 ملاعب. أعتقد في سابقة المغرب سيخصص لكل منتخب ظروف إيواء خاصة ومنشآت خاصة. الكان يعود من جديد إلى المغرب بعد غياب طويل، وفي نسخة يعتبرها الجميع بمثابة بروفا لمونديال 2030. الأعلام ومجسمات الكأس الإفريقية في كل مكان، 6 مدن مغربية كلها تتأهب وبشوق لاستقبال ضيوف الكان.